الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الكهف مبل 13 كفار قتلنا. يقول الله سبحانه وتعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذا آيات إنها نقول صحجي سيقولون 3 4 5 كيف يمكن أن يكون قولان لغائب واحد؟ هذا يخرج على وجهين لمالتيو. قلت أزلو ابن عثيمين يزي آيات زي أن المعنى سيقول بعضهم 3 هنا تؤتم حجب زعبا من تأيزلو تزربا بزعباتهم من أسيس كندي قصرهم 3 يوم 4 يوم 5 يوم حجي كل التزربات عطالو مالتيو اتسب بقمتي زقمت زلو سلازي اتي أقالا لتأخا اتي نهاتهم قصرخا ما ترشتو خندي كم مخانو كنا رقاقز مالتيو. اتمجمر زبل زلو أن المعنى سيقول بعضهم 3 رابعهم كلبهم قال تايبلو 3 7 يوم 4 يوم كلبهم قال كأن تايبلو ويقول البعض الآخر 5 سادسهم كلبهم 5 يوم شادشا يوم كلبهم ويقول البعض الثالث اتصال سيدما 7 وثامنهم كلبهم 7 يوم شامنا يوم كلبهم يوم يبلالو. اتخال أي وجه خاني إذا وجه الأول مالتيو. وجه الثاني مجمر رئيته زلو تخال أي رئيته أن المعنى أنهم سيترددون مرة يقولون 3 ومرة يقولون 5. تخال أي رئيته دم أنت يحجي ساتهم سيكت أراد أريهم حنسا 3 خبلهم حنسا 5 خبلهم ومرة يقولون 7 حنسا أخاش وعتيبلو وكلاهما محتمل كلتي أخاني خوني خلق خوني كلنيو ولا يتنافيان أي واقعنيو فنجدهم أحيانا يقولون كذا حدا جزء كم زيبلو حدا جزء خاني كالي إبلو مالتهم حسب ما يكون في أذهانهم لك خمتي أبتحن قولهم زلو التحساس ما مالتيو دحري رب العالمين تايلو قال الله تعالى رجما بالغيب تاي مالتيزي قال في الذين قالوا 3 رابعهم كلبهم و5 سادسهم كلبهم بزوم كسبات زيهم 3 4 كلبهم 5 6 كلبهم زبل زلو رب انتايلو بزعبهم كلا القولين كلتيو أبهلا مالتيو قال الله تعالى إنهم قالوا إلومو رجما بالغيب يعني أي راجمين بالغيب وليس عندهم يقين يعني بقمة يوم زبل زلوهم بري أكيد زخون إنفورميشن أكيد زخون معلومة حقيقة يبلو من مالتهم سلازين تايقوا إلوهم ربي رجما بالغيب مالت سألك بقمة بتناي غيب زخون اختزارب كاللخا مالتيو رقص أنا زي كون معلومة زي بالكا مالتيو فلتأت زي بالكا ويقولون 7 وثامنهم كلبهم ولم يقل حجة أبزاء آيازي أمالتيو ويقولون 7 وثامنهم كلبهم ولم يقل رجما بالغيب أبزاء رجما بالغيب أي بلن أفتنا مجمر يقن سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب يلبزي أمالتي الله سبحانه وتعالى أبدحري أزل لاقن ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قتلوا أمالتي ما يعلمهم إلا قليل. سلزي أبزئ الله سبحانه وتعالى رجما بالغيب بلن بل سكت سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن عددهم 7 وثامنهم كلبهم. إذي أبزئ يا زي أسل ربي رجما بالغيب سلزي بله انت أملك تهبنا زي دليلنا مالتيو إنه زمنا أسيزهم شوعت 7 نيرهم شوعت من أسي نيرهم شامنا يوم كلب نير مالتيو لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا تن مجمريا الله سبحانه وتعالى باطل غيرون تاسال سيتي سوق سلازبله رب العالمين رجما بالغيب سلازبله تامبل سال سيتي رئيتو رقصنيا خوينا تخكلنيا خوينا مالتيو نظيره نهاتو قال أما لختزبنا دليل كأن كابكال آية مالتيو قوله تعالى في المشركين بزعبا مشركين زبولو أبكال آية زما لختنا إذا فعلوا فاحشة
حما أصرح قبر خلون تايلوم الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا واحد إذا حد مالتي والله أمرنا بها، هذا إسنان إذا خال أيزبل وساتهم دحريو الله سبحانه وتعالى تايلوم تنهاتهم زربا نخفر السوي دما تخكل كم زي خونا نخجلس انتايلو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. رب العالمين بخمس مليس تايلوم إساتهم يلوم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا. دحر فاحشة حما أصرح يومس ولدنا خم يقبرون يروم أبوتاتنا خم يقبرون يروم بهلنا خم يزبل قال كل جزء سبيب لهمه. سلازي وجدنا عليها آباءنا ولدنا خم يقبرون يروم نحن متقتلنا نخيد حانتي ولدنا ديتاتنا زمسل أزنا ورعنا زير الدقني عشا زت خلص لبا ما ينقلون يعني تا معنا إنه كم زا وجدنا عليها آباءنا مالتها مثلني توم عشا شو زت خلوسي توم لبا ما تمسيهم غيروا ويقولون إذا خا طبعا تخكل الرأي يكون نسمع عنن منتي نا جدا تي جيجا عند تغيره سبب إن فرط وخيد اللومبر قد محجس لزجبرو توم قدامات نحن تختلنا يوه بعد أن دهلوه كي يتزبل تيوري ويا الرأيات تخكل كونه يسمع عنن. ولذلك إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. حما أصرح قبر خلوش ولدنا يقبر نيرهم يلوم مالتي إذا حدا دحرين تايلم كا والله أمرنا بها رب دم أزيزنا يلوم مالتي. سلازين الزرباز رب تايلوم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ربسي حما أصرح يلكو قبور يلو أي إزيزوني فتم يلن أتقولون على الله ما لا تعلمون زعب رب زيت فلطوا نجر تزاربوا لهم ربي فسلازي فأبطل قولهم تناتهم زربا باطل جروا مالتي والله أمرنا بهزبلو باطل جروا وسكت عن الأول فدل على أن الأول وجدنا عليها آباءنا صحيح. سلازي تي ناي والله أمرنا أبطلوا وتوجدنا عليها آباءنا جن تخكل الساعة تختلهم ما زخدوز نبرو مخانو أراجع جسوا مالتي رب عزيز وامزي كونسي ولدنا يقبرون نيرم إلهم يخدو خمس نبرو مالتي وسكت عن الأول فدل على أن الأول وجدنا عليها آباءنا صحيح. وهنا لما قال رجما بالغيب أبزي رجما بالغيب مسبلا تاي مالتي في القولين الأولين بتنمجمرة زنبرا أزاربا مالتي وسكت عن الثالث تسال سيتي سقيل مالتي دل على أنهم 7 وثامنهم كلبهم. سلازي زمن أسيز يمكن دي أمر قصنياتات كنا كنطيق كلنا شوعت سبات شوعت من أسي شامنا يوم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم. سلازي الله سبحانه وتعالى تقول يعني إذا حصل نزاع فقل للناس ربي أعلم بعدتهم. وهل أعلمنا الله بعدتهم؟ دحرس خلاف متيوسي ربي إزفلت قصرهم بال تباهيلو مالتي. سلازي هل ربي أفلت النار تقصرهم كنديكم مخانو يتملسيلو الجواب نعم أعلمنا بأنهم 7 وثامنهم كلبهم يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله به ونقول جازمين بأن عدتهم 7 وثامنهم كلبهم. سلازي تمرس انت إزلو ربي هو أفلتنا شعاته من أسي شامنا يوم كلبي لنا. سلازي ربي سلازفلتنا أتواجب بتينا ربي زفلتنا غيرنا خنكيد كم زلنا رقص أنياتات كوينا ونقول جازمين رقص أنياتات كوينا قطرهم شعاته من أسي شامنا يوم كلبهم. ما يعلمهم إلا قليل لرب العالمين أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 7 و8 وثامنهم كلبهم إلا قليل قدمي ربي من قاروسي أي فلطوا نيرو محدات 7 فلطوا. فلا تماري فيهم أي في شأنهم في زمانهم وفي مكانهم في مآلهم يعني فلا تماري فيهم أي لا يصل إلى القلب لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل. يعني انتي مالتيو بزعب كتع ويدما بزعب زربا انت متيسي جقت متيو ويحط المرس انت متيسي بزعب سي أي تجنق كابل بخا أي تزارب بزعب انتي دا يأكل يعني بلعل على تتزاربك مخناتو اتي جدال زبهل كتع مالتي سئلو رقم زي بلو كتع عبل بخا أتخلو إلى القلب اشتد المجادل يعني تيجي مجادلة زقبر اندادرق يخيل مالته وغضب يحرق وانتفخت أوداجه وتأثر يعني كل نقراته يرير بالمالته تأشم يخون تأثير قبره
لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير يعني فائدة قال الله تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة الجدل اتي كتع زي تقم سلا زي بيقولوا ربي سلا زفلطو يلو فلا تماري فيهم بزح يتكاتع إلا مراء ظاهرة يعني لعلي زي كوينو بزح ديبلي أطبيق كاس أي تكاتع بزأتهم يعني إلا مراء على اللسان يعني ملحسك لا يصل إلى القلب نابك قلبها زي بتصح مالتي ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به حجني كابزنتا إنا نمهر نحنا نبعلنا إذا سئلوا واقع زي بلو تغمي من نطب زي بصحكا خطعن جدال كخون كله حدث كرحقا وخمز الله مالته معناته نمنتاي لبو زتعب نمنتاي لبو زحرر زي كون نقر يعني وهذا يقع كثيرا بزح جزء ما زي سب يقاطعوا إيو أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة فيه فنقول حدث بقول اختزاروا خلها تكاتعوا خلها أبزيت أكم نطبي حيزو يكاتعك اللح يبلك مالتيو سلازي نزين تاي ينولو يبلالو يجعل جدالك ظاهرا صيل كاتخطع خاسي لعل قبره ملحس كاتراي قبره نابل بخاز كي أتوه فتحتمي وتقدم مهناتو قبل بخاتاتيو كتحرقها تباسطها سلازي أدلا يكون الماتي وهذا يدل على أن ما لا خير فيه فلا ينبغي التعمق فيه انت إذا خأزر إنا نخير زي بلو نقرسي أطبيقنا ويدما ديبلي تحسبنا له انت تزاربنا له أدلا يكونني مهناتو مقرافي حيش مالتي لأنه فائدة زمتنا قريب له فإن علماء الكلام له وهذا كثيرا وأكثر ما يوجد في علم الكلام إذا خمس عينت كنت عندما سئلوا تقم زي بلو أب علم الكلام زبهال إذا ناي زربا علم زبهال له زفلا سفلو مالتي بزربا فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد وفي العقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها إذا علماء الكلام زبهالو ناي زربا فلات أتوي دماء علماء زبهالو أب توحيد أتيوم أب عقيدة أتيوم زدلن زيدلن بزعبوا تزاربهم سلزي واقع يبلون مالتي مثل قولهم بزعبا مثال يزبولون أبنى تسلسل الحوادث في الأزل وفي المستقبل إذا طبعا نهاتهم علمي مالتي بزعبا ناي زمن مكتتالو ناي مستقبل زي كندي فلسفنا مالتي حنسا ولا سمع خيو ولا انبيب خيو منهم واقع زي بكا نقرات سلزخوني تترفع حيشيلو وما شابه ذلك نعوز مسل زربان دحر اللغة تقرفه مالتي مهناتو واقع يبلون طقم يبلون الذي لا داعي له يعني كلام فارغ مالتي ترقم يبلون طقم كان نقرس أيكون في الدنيا ولا في الآخرة تقم نقر يكون مالتي لا داعي له وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفيا أو إثباتا مع أنه لا طائل تحتها فالشيء الذي ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك فيه إبلا له مهناتو زيهم علماء الكلام كندي كتعفو كراققو كزاربلو كفالا سفلو خندي نقر كندي كزيهم يطفو مالتهم لكن ما تقرشتو فائدة زي بلو سلو زخوني ترقم يبلونيو نمنتاي تتعب نفسك سئلك يبلال وإذا رأيت من صاحبك المجادل حدا عرك خان ابن تخطى عيت خوينو فقل له تأمل الموضوع وسد الباب يعني بقول له يعني عطوه بقى الموضوع زي قداي زي عطوه لك سوق قبله مالتي بحطيره حدا تخطى عي زي نحر رقم زي بلو زكاة حاودي محزادي ولا قلت رخيبك قطعة فتن قد إلا دحري آيان تايلا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تستفتي إذا حجين الرسول صلى الله عليه وسلم يزبها زلو أي ولا تستفتي في أهل الكهف منهم يعني زي طبعا الرسول تباهلون أمة محمد كلها تباهلا مالتيو بزم أهل الكهف سين خالقات السب أي تحتت أي من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم من غيرهم أحدا عن حالهم وزمانهم ومكانهم فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء حتى وإن زعم أن عنده علما فلا تستفتيه إذا لم يكن أهلا حجي إذا انت إلو أي تحتت بزعباء أمسي أي تحتت نخالق سب أدلا يكون فلت أدزي بلوم سبات نعوم بزعباء زو قدك تحتت سلازي انت إيوخا أنا مهاركا بزيلو أفتقوا أنت طبعا من يوم زحتوتو نيروم أهل الكتاب كريستيانا يهودين يوم نيروم بحسلازي بزعباء زمنا أسيزيهم
أي تحتت بزعبة أهل الكهف مالتيو أي تحتت بزعبهم نا أحوالهم ولا نيجزيهم ولا نيبوتهم أي تتأيقن خالق سب تباهيل مالتيو انت أي زرد أنا يلو حاجة سب دما نمان نمسب استفتاء خجبر ويكتأيق مالتيو كاب حاجة سب ناي أهل ناي فتوى زي كون سب فتوى زي خل سب فتوى حتت يبلون ناي فتوى علم زي بلو مالتيو حتى وإن زعما ولا أنا علم لن انتبه أي تحتت مهنياتو نزي حتت سب أي حتتنيو فتوى زبها ذهب سبكا علم زلو رب زفرح تقي زخي زخونه بتي دين زبلو تختيلو زخي دنبر ولا علم وحجي خندي بزحت له تيفي خفيتك خندي علمهم كتسمع خلها ما شاء الله تبل أب كندي جامعات نا إسلام جامعات زمهرون زمهرون لكن والعياذ بالله نتسب ناب جيجا بوتا جيجا عقيدة يوستو ولو سلازي كنخدع يبنا حدثب سلازي قرأوا علمي سلا تزاربه ناي بحق أنيا مخان زي مخانو نراجع لنا مالتي سلازي إذا أمور ديننا عقيدانا جهنم من جنان زؤتو نجر سلازي خانه نما نمسب كن حتى تبزعبوا أي جبأنا إلا نتوم زجبوا أم سبعة تزي كوينو دحريو آية قد إلى مالتيو آية عسران سلستن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قوله تعالى ولا تقولن الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تباهيله أي تبل كالخطاب الذي قبله يعني كم تمجمرة ولا تستفتي مشيلوه ولا تستفتي منهم أحد أي تحتتهم أي تأيقهم نزم يهود نزم نصارى بزعبا زمنا أسيزهم أي تحتت نخال سبيله ربي الرسول عيسى حج خاء كومو دما انتايلو عزيزه ولا تقولن لشيء زخونا نقر دما كجبري أي تبل إني فاعل ذلك قد كجبري أي تبل إلا أن يشاء الله يعني إن شاء الله كتب لك مالتيو لشيء أي في أي شيء مالتيو إني فاعل ذلك قد ذكروا أن قريشا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا إن رجلا بعث فينا يقول إنه نبي فقالوا اسألوه عن 3 أشياء انت جيرم مسلكم قريش ناب يهود لأخوم لهم المدينة زلوا إلهم حدث بأيس أبزمون قنا متيو أنا نبي أي بلالو إلهم مالتيو دحريوتهم يهود انت إلهم فقالوا اسألوا عن 3 أشياء بزعبا 3 نقر حتته تباهي لهم السخة انت أيو عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار ما شأنهم زيهم من أسيزيهم كابتناهاتهم كتما وزيهم نبعت تأتيهم انتهيهم زيهم حكايهم نقرنا لكم حتته إلهم يهود يمزيهم نتهم قرش يهود يبلوهم الله دحريوها وعن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها حدث بأي كأني مريت بمول شرقا قربا معرابا مسرقا تقعد أطعروا مالتيو منيو ويلكم حتته مالتيو وعن الروح 3 أشياء بزعبا روحها 3 نقر مالتيو فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم دحيو الرسول صلى الله عليه وسلم حتيتمو أصحاب الكهف فقال أخبركم غدا صباح نقركم يلوم فتوقف الوحي نحو 15 يوما دحريو وحي جبريل مالتي 15 معلت غيرو أي متن لم ينزل عليه الوحي أي متن فتم وحي أي متن مالتي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن قصص السابقين كما قال الله تعالى رسولك أيفلتني بزعباتهم قال قد حجز نبره هزبات وأحزابات بزعبهم تاريخ أيفلتني إلا رب زنقرته زي كوينو مالتي لأن ربنا تايلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تايلو وما كنت تتلو يعني قد ميوس زنبب كايو نقر من مصحف خالص يلن ولا تخطه بيمينك ولا بعد خط صحف كايو نقر يلن إذا لارتاب المبطلون بسورة العنكبوت مالتي ولكن الله اختبره فأمسك الوحي 15 يوما الله سبحانه وتعالى فتنوه مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم 15 معلتي جبريل أي وردا وحي مالتي كما ابتلي سليمان عليه السلام لك 5 سليمان عليه السلام استفتنه كم أخوين مالتي عليه السلام عليه الصلاة والسلام لما قال انتايلو سليمان تمثال حجزم تسألنا ذلو انتايلو سليمان لا أطفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله
فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. وطاف على 90 امرأة يجامعهن، وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان، حتى يري الله عباده أن الأمر أمره، وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة فإنه لا مفر له من أمر الله. حجي الله سبحانه وتعالى فتنو ني رسول الله عليه وسلم جبريل 15 معلتي خي كيلا أخو مالتيو إذا فتنا زد ما خمي كم ناي سليمان فتنا سليمان انتايلو عليه السلام نبي سليمان مالتيو انتايلو لمليتسي نزن 9 دق أنستو مالتيو كخادن يلو مليتي مس أنك حضر يمو كلاتن أودات كل دائن أب جهاد وطيهم كلاتهم زواقو يعني كمزي جغناتات كلاتهم تقاتلتي فرسان كوطيهم يعني تبعت كونو كولد يلو مالتيو دحر انتاي لوتو مسؤ نبره قل إن شاء الله ندبري له أي بلن فلم يقل دحريونا كلاتن 9 نستي رخيبون مالتيو بحد ليتن كلاتن مسنستو حديرو مالتيو انت خوينو انت ترخيبو مالتيو مسنستو مسحدره كلن أتت واحدة منهن بشق إنسان يعني ولا حنت خبأتن استأنست يلان إلا حنت سبيتي خا أنت حيزه له متى فرق ود سب ولدا متى مات ملؤ سب كمان يولدتن يعني حتى يري الله عباده ربي نتي خلقه نتي عباده ولا كأبزبت بصح درجة النبي يكون صالح يكون زخون يكون كل بأمرنا يرب خمخانو كرئيس لزدلي الله سبحانه وتعالى. وفعلا مهما بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاه فإنه لا مفر له من أمر الله بجكا بتني أمرنا يرب بنبر أبزبت حيلا. إذن سليمان عليه السلام كأب حديث نجرنا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليل على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. متفق عليه أبو خاري مالتيو. سلازي إزي حديث زيناي قصة سليمان رسول صلى الله عليه وسلم نجرنا مالتيو إن شاء الله سلازي بلا سليمان مالتيو ولا حنت خبأتن كابزن 9 حنت أنيسا متى نسا خماني أنا ستو قلعة ملؤ قلعة أيتولدن انتاي دقا فرقي ود سب كوينو فرقي سب كوينو متي مالتيو. سلازي مكث الوحي 15 يوما، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلحقه الغم والهم لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه. والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب، يعني قد يقولون وعدنا محمد بأن يخبرنا صلى الله عليه وسلم غدا ولم يفعل، فأين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ ولكن نقول إن تأخر الوحي أو تأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها وقال هذه قصتهم، فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم، يدل على كمال صدقه عليه الصلاة والسلام. إذا أنت رأينا إذا وحي مسدونغوية 15 معلت مسدونغوية مالتيو رسول صلى الله عليه وسلم طبعا كشاغليو مهنياتو زوم سبات زيوم نجرنا يلمو حرايك نقولكم يصبح له ما يمصن 15 معلت غير جبريل يوردن. سلازي نعوم زي منغاروم اتي وحي سلازي مصو مالتيوم انتايوم كحسبوا وساتهم يحسوا يزلو يعني مهنياتو أبيد قالوا وحي زوردته زخونسي من جرنا زي العينات حاسوتي لهم كقرب كلهم، لكن تحقيقا جن إذا وسيلة نمحسها زي كنا بالعكس انت إذا رأينا مساتهم انت يقولوا محمد وعدنا صلى الله عليه وسلم جن أي مسألنا من تي واحد ما أي وردون عندهم كله، لكن إن تأخر الوحي تي وحي مدونغايو وتأخر إخبار النبي ني رسول الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مدونغايو انت إذا رأينا إذي
على إن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صادق مخانو حقኛ مخانو مخنياتو كال اسب انت اخ غبر نيرو متان كيصرفوني اي مصنيلو بعلو الف قصه كمص مخاله نيرو يعني ناي بعلو تاريخيلو وي قصايلو خنغرو مخاله نيرو لكن ايكونن مخنياتو حقኛ ስለዝኾነ وحي ስለዝጽበበት ربي تأزاز زبولو ስለዝዛረብ ዝፈልጦ معلومات ዝፈልጦ ፍልጠት አይነበሮን ቅድሚኡ ስለዚህ እንታይ እዩ ዘርኤና ንሱ حقኛ ተጸባያይ ካብ ረቢ ምዃኑ العلب بيلو خمزي زاربي زراقاقصنا لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحى يعني حساو تزخون نيروسي بعلو ناي بعلو قصة أمسيو ياتا زانتايلو منقروم نيرو قنت تصبيون رب مالتي سلزي وقال هذه قصتهم فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة والسلام إذن تأذرئنا إنه رسول صلى الله عليه وسلم حق أننا نبي مخانو يتسبخ بوحي خمز نبرا إزرئنا سلزي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا قولا مقرونا بمشيئة الله فقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين مالتي بس مستناي رب النحر التححيزه إن شاء الله زبل قالت تتقيموا مالتي بمشيئة الله بناي ديليتنا يا ربي زخونا نجر كنا تححزوا لنا قابوها أكلته تقمي عبيت تقمتات كنردأ نخل مالتي السوح أنت أن الله يسر الأمر له حيث فرضه إليه جل وعلا والثانية إن لم يفعل لم يحنث يعني إذا خاني حكم مالتي أن الله يسر الأمر له حيث فوضه إليه يعني اتنا يا ربي تسهيل ويتسخرسي ناب ربي سلازقدف كايو كل ربي برب تسهيل يخون زخونا نجر مالتي أن الله يسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا قال إيتخا إن لم يفعل لم يحنث ندحر زي قبرو خوينو دما يعني اتي نهاتو زبولو زرباسي يعني أي بطلني مالت كمزي كوت أقلو زلو حنث مالت كقبريركا زي ندحر زي قبركا الإنسان يحنث يبها المالتي سلازي ندحر إن شاء الله يلوقن إن لم يفعل لم يحنث ندحر زي قبرو لم يحنث لهم علماء فيستفاد من قوله تعالى إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزمه أن يأتي بالمشيئة يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم ولم تقل إن شاء الله فلا بأس لأن هذا خبر عما في نفسك وما كان في نفسك فقد شاء الله فلا داعي لتعليقه بالمشيئة أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله حج انت أبزي إن شاء الله نبلو أطاقق ما إذا قلت النازل حدث كم خبر ويدما كم منقار عينة اندحر كوينو أبنت صباحت متصدي خانتيلوكو حدث هو نعم اندحر لك تقام يلن مهناتو إن شاء الله بلكا يبلكا تقام يلن مالت لأنه كم خبر ريخات نقرو زلخا لكن اندحر عزيم كان اندحر قيد الكان نية غير كاغن مرقص أنيا خون كان اندحر حسيبا خون كاغن تاي مشيئة في نفسها اندحر اللو خوينو فلا يعني ناي قدن كتب لك إن شاء الله مالتي إن شاء الله فلا بأس لأن هذا خبر عما في نفسك خبر تخوينو وما كان في نفسك فقد شاء الله فلا داعي للتعليق بالمشيئة إتي خبر في نفسك زلو أيدلن مالتي أما إن أردت أنه سيقع خوني الكانية تقبرتهون كاغن فلا بد أن تقول إن شاء الله اختبل لك مالتي وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك تناي مجمريا قبل بخازلو من قاريو كتجيش دها أوه لكن نختجيش تقاريب كان نصبح تكيت قريصكات اللعال أيكون كان زلها رايد أخ جيش شيء تبلا لها مالتي يعني شيء في نفسك قبل بخازلو تنقر لها مالتي اندحر اسكو مو خوينو إن شاء الله من باليد ليك كان اندحر أكيد عزيم كات تبجيس كاجن إن شاء الله كتبلا لك والذي في قلبك حاضر الآن وأما إن كان أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر يعني المستقبل نمت أيخ جبريل كاتزارا وجن إن شاء الله من باليد ليك كان لم يكن ولا تدري يعني خبر نمت أي مالت مستقبل خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون سلازي إلو انتبهوا لهذا الفرق يعني إذا أبزي كنستوعلي قبأنا إذا قال الإنسان سأسافر غدا
فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج يقول إن شاء الله. يعني خجيش يلون دحر تراي خبر كوينو أب نفسه زلو دليته تراي تكوينو إن شاء الله هنبال عيد ليوني، فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خبر له ورس لزخونه يجلس تراي سلزلو أبت نفسه دليته سمالتيو خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقوله سأسافر، يعني أباه الأبن سأسافر بقى خجيشة إنني سأنشئ السفر أو أسافر فعلا ما خجيشة بقى تكيت قريت أوي نأبتوس قريت أوي جرا خجيشة زبن دحر كوينو، فهنا لابد أن يقول إن شاء الله بلا اللغة. ولهذا كانت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم تكن إني سأفعل، بل قال إني فاعل. مخنياتو صباح خجبر يا سلزبالة نمت خجبر زي كونسي بقى صباح يعني عقد مالتي. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. سلازي إني فاعلا كتب الكلخة بتنا ربي ديليت كتححز له مالتي مقرون خون له إني فاعل ذلك غدا، إني فاعل ذلك غدا. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا أن يكون مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر أمر ربك بأن تقول إن شاء الله. ني ربك أذكر إن شاء الله الكاسي نختب لس تذكر إذا نسيت ندح رسي أخا مالتيو أن تقولها ندح زي رسي أخا نرك إن شاء الله زي بالكاسي تمليسك إن شاء الله، بل لأن الإنسان قد ينسى ودي سبك رسي سلازخل. وإذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا تخرج سلازخل نعيخ دعاء نبلو ربنا أي تحزلنا ندح رسيعنا ويتقاقينا. سلازي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليسليها إذا ذكرها. حدث حتى صلاة كماني ندح رسيعوا ويدقسوا وسيدوا ودقاس مستسئة متذكرة مالتيو على طول كسجد كم زلوه قليسنا مالتيو. ولذلك فالمشيئة فالمشيئة إذا نسيها الإنسان فإنه يقول إذا ذكرها. إتي مشيئة الله سي إن شاء الله زبلسي ندح رسي عوسي نتذكره قبل كم زلوه مالتيو. ولكن هل تنفعه بمعنى أنه لو حنث في يمينه هل تسقط عنه الكفارة؟ وإذا كان قالها متأخرا من العلماء من قال إنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق واذكر ربك إذا نسيت. علماء أنت يلومسي أفتذكر أوانس دحر ورحي دحر سومون دحر عمد دحر قلت عمد إن شاء الله تيلوس يعطول دي ولا يعطولن يلوم علماء أول من تاي لأنه ربي مطلق يقدفوه واذكر ربك إذا نسيت له. إذا أمتم حد علماء زبالوا مالتهم وقال أمك أنت يلوم. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فمثلا إذا قلت والله لأفعلن هذا ونسيت أن تقول إن شاء الله ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، فمن العلماء من قال ينفعه لأن الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت، ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذن الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا. قال الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سلازي إذي تفعل لي أحكام سلازلوه بزعبا ندحر رسيع خيوس مذكر كيو دحر خنديك أتبل شعوء خنئي انتهي يترتب عليه مالتي انتهي زخون مالتيو. هل تي بزعبا حنس مالت بزعباتي محيلكا ويدما إن شاء الله هلكا زي قبر كيوسي انتهي قديتو زي زرزر عبدالنا خاء أبزمت الجمعة كنقول صينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.